القصة التي صنعت الحدث في أمريكا تتعلق بكيتي سنتري. هي تيك توكر أمريكية تتحدث عن كيفية تربية الأطفال. بعد أن عملت كيتي طوال الليل في مكتبها الخاص في منزلها المطل إلى حديقتها، أغلقت المكتب وذهبت للنوم. وفي الصباح اكتشفت أشياء غريبة، منها أن شاشة حاسوبها قد تحطمت، كما لو أن شخصا قد لكمها. ولكن الأمر الأكثر غرابة هو الحفرة في الحديقة الخلفية، حيث عثرت على سجادة مدفونة ولم تستطع استخراجها لأنها كبيرة جدا وعميقة. أخبرها أحد المتابعين أنه من الممكن أن تحتوي السجادة على جثة، لذلك اتصلت كيتي بالشرطة، وعندما وصلت اكتشفوا شيئا غريبا. عادت الشرطة في اليوم التالي مع كلاب مدربة وفريق تحقيق خاص بالجرائم. الغريب أن كلا الكلبين جلسا في نفس المكان في الحديقة، وبعد أن قامت الشرطة باستخراج السجادة تبين أنها تحتوي على دماء. علما أن كيتي انتقلت للمنزل مؤخرا وهو مملوك لشخص يبلغ من العمر 90 عام، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان قد دفن شيئا تحت الحديقة. ما رأيكم أنتم؟ مع العلم أن الشرطة قد كرمت كيتي ومنحتها ميدالية.